أنا جاية فجأة أقول رسالة يمكن يكون في حد محتاجها، ولأن في علامات كتير أوي قالت لي لازم تقولي الرسالة دي، فشوف كده أنت محتاجها والّا لأ. جزء كبير جدًا من معاناتنا إن إحنا بنتخانق مع الحال اللي إحنا فيه، بنتخانق يعني إيه؟ يعني بنقاوم، بنصارع، بنبقى رافضين مش طايقين الحال اللي إحنا فيه، فبنقعد نحارب بكل الطرق عن تجربة. كل المرات اللي أنا عملت فيها كده ما كنتش راضية عن حالي أو متضايقة، باقاوم بكل الطرق الوضع اللي أنا فيه، ما حصلش غير حاجة واحدة بس، إن معاناتي زادت ومشاكلي كترت، واتغرست أكتر في الهم والغم. لما بنتخانق مع المقام اللي ربنا أقامنا فيه، أو بلاش نتكلم يعني لغة عربية قوي، لما بنتخانق مع الحال اللي احنا فيه أو الوضع اللي احنا فيه، يعني بنقاومه، يعني بنبقى مش طايقينه وعمالين نقاومه بكل الطرق، بالشكوى، بالسخافة، بالمود الوحش، بان احنا عمالين نقول امتى بقى يخلص ده، امتى يخلص ده، زي العيل الصغير اللي بيقعد يزن طول النهار عشان عايز حاجة تانية غير اللي هو واخدها دلوقتي. تشاور لي على حد كان بيتخانق طول الوقت مع الحال اللي هو فيه واتحلت المشكلة. الأنماط والحلزونات اللي بتحصل في حياتنا أو الباترنز اللي بتحصل في حياتنا مش بتتحل بالخناق، بتتحل بالتسليم. تسليم يعني ايه؟ تسليم يعني انه الانسان يرضى. ما انا بقى بتخانق بقالي 13 سنة ما فيش حاجة بتتحل، يبقى انا لازم اعترف ان ده وضعي الحالي وارضى بيه، وبعد ما ارضى بيه يبدأ يجي الفرج، يبدأ تتكسر الحلزونة، يبدأ يتكسر النمط، لأنه أنا برضايا ده اعترفت إنه الطريقة اللي أنا كنت مستخدماها غلط، وكمان اعترفت إن أنا ما ينفعش أسيطر على كل حاجة. أنا ينفع يبقى التدخل بتاعي عن طريق تصفية نيتي، عن طريق قبولي لوضعي، رضايا، أبادر بحسن الظن بالله إن هو هيعمل الفرج. لكن ان انا اقعد اتخانق مع الحال اللي انا فيه مش هيحصل اي حاجة غير حاجة واحدة: معاناتك هتزيد ومشاكلك هتكتر. فاخرج من وضع السيطرة ده عن طريق انك تخرج من خناقك مع حالك، علشان يبدأ يحصل ثقة وحسن ظن بالله، فتبدأ تنتقل لحال تاني، حال الرضا والتسليم ثم الفرج ان شاء الله. سلام.